بصراحة ما اعرفش ممكن ابدا الموضوع ده ازاي، ولكن المنظر اللي انا شفته كتير من اللي كانوا موجودين شافوه ما قدرناش نستحمله. في جزء من الثانية شخص مننا وقع على الارض، بقه بيطلع دم، بيتقوى على الارض وبيتنفس بصعوبة، واحنا في مشهد من الذهول مش عارفين نعمل ايه، نتصل على الاسعاف ولا نشيل المستشفى. انا ما قدرتش، شفت حاجة ما قدرتش حتى ان انا اتكلم عنها، سحبت نفسي وقعدت بعيد وتخيلت لو كنت انا مكان الشخص ده واقع على الارض وفي نفس المنظر الحالة. وقطع حبل افكاري بيسو وهو جاي لي بيقول لي يا هشام انت شفت اللي انا شفته؟ فانا سكت. فكمل بيسو كلامي وقال لي الواد بيطلع في الروح. قلت له بصراحة يا بيسو اللي انت شفته هو نفس الحاجة اللي انا شفتها بالظبط. قلت له يا بيسو روح لمازن اللي كان وقتها قاعد مع الولد واهمس في ودنه من غير ما حد يحس، قول له نطق الشهادة في ودنه لعله يسمع وتكون اخر كلمات يقولها في حياته. خلال الاوقات ديت كان ليدر تيم الفيوم اوريدي اتصل على الاسعاف في اقل من 7 دقايق. الاسعاف كانت موجوده في الموقع وكانت بتعمل الاجراءات اللازمه، وبعد ما الاسعاف خدته وقلت ربنا يتولى برحمته. يعني من بعد الوقعه اللي احنا شفتوها دي، الواحد حاسس ان هو حتى بعد ما شربنا عصير، بعد ما قعدنا حبه، الواحد حاسس ان هو الموضوع مش قادر ان هو يتخطاه. هنحاول ان احنا نمشي الموضوع ان شاء الله، يعني نطمن عليه ويجي لنا في اخر اليوم ونشوفه. ربنا يكتب كل في خير. بصراحه شعور الذهول كان بتملكني. الشباب شربوا عصير وقعدوا يضحكوا ويتكلموا، ولكن انا قاعد مبتسم معاهم، ولكن من جوايا عقلي وقلبي وروحي في حته ثانيه. وبعد 3 دقايق بالظبط ايه المجانين دول؟ اقسم بالله الواد ده مش كان بيطلع في الروح؟ طلع روح امك. كابتن عمرو انت رجعت للحياه ازاي؟ والله بفضل ربنا، ومش اول مره. هي كانت في حادثه من سنه اهي 32 غرزه وسنه طارت، فعادي بصراحه. يعني انا شخصيا مش مصدق ان هو قاعد جنبي. بص هو انا عادي ما بموتش، وانا معروف والله. انت لو شفت شكلك ربنا يحفظك والله بجد، ربنا يحفظك. بصراحه انا مش فاهم. انا زيكم، انا مبهور. وربنا هو واقف جنبي وبيمشي بيتكلم مع الناس، والله ما صدق ان هو عايش. والله لا، انا وبيسو بجد احنا قلنا الواد بيطلع في الروح. هو طبيعته وشخصيته هو كده. الواد اللي هو الواقع دلوقتي مش مصدق ان هو معانا. مش عارف قسم بالله ما مصدق. مش عارف بعد الوقعه دي ازاي. يا جدعان الوقعه مميته بجد. ازاي بعد تسلسل الاحداث دي كلها دي اخرتها يا باشا جاي لنا اللهم بارك عنده طاقه وحماس اكتر مني، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن وربنا يحفظه. بعيدا عن شو الرعب اللي احنا كنا فيه، الشباب اخدونا وودونا كروز وودونا عند النادي اللي هناك هنرتاح فيه ونجهز للصلاة. فيوم بلدي تيم جاردن، موقع الرئيسي تيم وولف سكيت. والله العظيم اكتب، والله العظيم اكتب. اوه ده ملعب جامد قوي. طبعا المكان عندنا مش سكيت بس، ده في حاجات تانية. اوه يا جدعان الارضيه جامده قوي. سؤال بس، هو المكان ده بيدخله بفلوس؟ يعني انا لو جيت سكيتر عادي هعرف؟ لا طبعا اي سكيتر بجد بتهزر؟ يوم طبعا بتخش ببلاش. سلام يا جدعان. احنا كده الولف سكيتر يا جماعه. رايحين نصلي عشان فرهدنا وهنرجع نكمل تاني سكيت ان شاء الله. الحمد لله صبري طبعا الواحد كده يرتاح. بعدها جبنا سندوتشات بطاطس عشان نكون جاهزين للفعاليه اللي بعدها المنعشه جدا. بس طعمه حلو. احنا بندفي الميه. رايحين ناكل فطير وعسل وجبنه وكده. الفطار بتاعنا الساعه 4. مش مركز في حاجه غير ان هو عايز ياكل. فاشل عايز ياكل. جبنا فطير، ظبطت القعده والاكله، بقينا ما يقارب ساعه بنمشي بالله عليك. عشان نتسلى بنمشي مشيه سبونج بوب.
كابتن عمرو اوربن سكيت ستور، افضل ستور في مصر. طيب هو حاليا الساعه 5، رايحين نجيب ايه الساعه 5؟ فطير هنفطر. رايحين نفطر الساعه 5. مش عارف صراحه ممكن يحصل معانا بعد كده. انا بدات افصل لحد دلوقتي، الموضوع لذيذ جدا ومبسوط، فهنشوف ايه اللي ممكن يعني حاسس ان هو فعلا الحاجات الحلوه هتبدا من دلوقتي. احنا مع بعض كل عادي. واو يا عيني وجهة نظر يا عيني عليك. قبل كل حاجه صلى على النبي. اديله. انا من اول ما شفت الشبشب بتاعه انا قلت الواد ده فنان. دلوقتي يا شباب هنعمل سبين وهنعد عدات السبين بتاعتنا وهنشوف مين اكتر واحد هيعمل سبين. 10 11 1 2 3 4 1 2 غلط بالايد العادية. لا لازم صوت يا جماعة. يلا يا ماما ده حشيش، ده ضارب حشيش. صوت يا حماس جدا. ايه ده؟ ده الدائري ده. ارجع بره تعالى بره. كمية ضفادع مش طبيعية. لا وولف سكيت عندهم كيكر يا جدعان عشان عايز يجي يلعب معاهم. صورني بالعلم بقى. بص لون البيبسي فاتح. هم سامعيني؟ لون الكيكه غامق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ربنا حلو والله بجد الكيكه طلعت حلوه يا جدعان. ويز فيه شبابنا هنا يومنا في الفيوم. بصراحه اتبسطنا وما صدقناش خالص ان احنا في المكان زي ده وجميل بالحلاوه دي يقدر يستحمل ايفنت احلى من ايفنتاتنا. فان شاء الله متوقعين ان الفيوم هتعمل لنا ايفنت جامد جدا في المكان ده بالامكانيات الجميله دي. وصراحه يعني هشوف رايكم ايه بجد في الايفنت. صراحه تيم الفيوم هو اللي محل المكان. تيم الفيوم وولف سكيتر هم اللي محللين اليوم بجد والله يا شباب. شكرا تيم الفيوم وشكرا بجد على التقديم ده. واثق ان احنا هنقدر نعوض لكم جزء صغير من اللي انتوا عملتوه لنا في الفيوم. بجد شكرا من كل قلبنا والله بنحبكم جدا واكيد هنجيلكم تاني كتير. مستنيينكم. باي اشوفكم في اكتوبر. والله يعني استضافة الفيوم كانت فوق الوصف. من اجمل الاستضافات اللي انا شخصيا ما كنتش متخيل العدد دهوت ممكن يجوا يستضيفونا. الناس استقبلتنا استقبال رهيب، عدد كبير، حاجه مش طبيعيه بصراحه. الفرحة اللي كانت مساعاهم ان هم احنا جينا عندهم ده كان شعور لا يوصف الصراحة. احنا كنا منبهرين جدا وما كناش متوقعين 1% من العدد ده من الناس اللي كانوا هيجوا. انا طبعا كنت شايف ان فيهم حب شديد قوي ان احنا جايين لهم، خصوصا ان اما كنا بنعمل ستوري كده نروح محافظة ايه كان في اقبال رهيب ان احنا الفيوم الفيوم الفيوم. انا حسيت ان انا يعني سوبر ستار وانا رايح الايفنت ده الصراحة. لو انا حكمت على المدينه والاماكن اللي احنا شفناها ورحناها بالسكيت هكون يعني تقييمي ليها هيكون قاصر جدا، لان تعتبر الفيوم من المدن القديمه اللي تندى اثرها لايام الفراعنه، فاكيد في اماكن جميله جدا ولكن مش مناسبه للسكيت. الاسفلت صراحه كان جزء 90% منه كان حلو. ممكن المدينه ما تكونش كبيره قوي او مش واسعه قوي، بس النقط اللي احنا رحناها كانت رهيبه الصراحه، او هم بمعنى اصح كانوا قاصدين يلفونا على اجمل مكان في المحافظه. الاكل هناك الفطير هقول الصراحه انا توقعت فطير احسن من كده الصراحه. توقعت فطير بقى بالسمن البلدي بقى وكان رغم ان هو حلو الصراحه، بس كنت اتوقع حاجه بقى فلاحي، والصراحه دي كانت اللي مستنيها. مش عارف، مش حاسس ان انا جربت حاجه مميزه يعني هناك. الله ربنا حلو والله بجد
بصراحة أنا مبسوط، يعني احنا لفينا كتير جدا في المدينة، قضينا وقت حلو جدا 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 مع الشباب، وبعد كده رحنا النادي عندهم وعملنا شوية فعاليات هناك وشوية حاجات كده جميلة، يعني انبسطنا بصراحة، كانت فعاليات جميلة جدا جدا جدا. كانت صراحة يعني مبهجة، لأن حسيت إن في بذور الأجازة كنت حاسسها هناك. تصير أنت شغالين هناك، كيكر شغال هناك، فرغم إن هو بسطته بس البذور حلوة قوي فيه. التيم بتاع الفيوم مميز جدا، حاسس ان في روح حلوه قوي، ويا رب تفضل مستمره، يعني انا اتمنى انها تفضل مستمره. انا الصراحه من وجهه نظري حاسس ان ممكن ما تستمرش، لو في كام نقطه كده فضلت مستمره بدون ذكرها، بس هو كتيم دلوقتي الحمد لله ما شاء الله متفاعل بشكل قوي جدا، وبمعنى صح حاسه ان هو زي فور ويل في البدايه كده، اللي هو روح التجمع ويلا نجمع نفسنا واتمنى يا رب يا رب من كل قلبي ان هم يفضلوا مستمرين بنفس الشكل ده، عشان افضل شايفهم بنفس الشكل الحلو ده. بصراحة كنت حاجة اشوف طبيعة، يعني حاسس الفيوم يغلب عليها الطبيعة، يغلب عليها الكتاكيت. انا ما شفتش كتاكيت كتير، في نظرة في مخيلتنا احنا ما شفناهاش، فلو كنا مثلا جينا في اليوم اللي كان فيه سوق كتاكيت او كده وخدنا كتكوت معانا، الموضوع يكون لذيذ قوي. الشوارع او الكروزات تكون اكتر، او الكروزز بتاعه السكيت تكون كتيرة جدا، يعني احس انها الف المدينة بشكل عام. نقط الهامة في البلد يعني انا عارف انها مش موجوده في المدينه اللي احنا رحناها، احنا عندهم الشلالات فده وهم يعني، بس احنا مش هنقدر نروحوا بالسكيت. كان نفسي طبعا في الخيمه البدويه اللي هم كانوا عارضين علينا واحنا ما عرفناش نروحها. تقييمي للرحله 9.5/10. اشمعنى مش 10؟ ممكن عشان في الزيارات اللي احنا رحناها الكروز حسيت ان احنا رحنا نادي اكتر ما رحنا المحافظه يعني. حبيبي اشرو.